دور الشباب في الاستحقاقات الانتخابية القادمة كان محور ندوة فكرية نظمها بالرباط التحالف المدني للشباب من أجل الإصلاح بدعم من برنامج سند للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. في المتابعة سعيد غنام وعبد الهادي سكيوي. أية مكانة للشباب المغربي في الانتخابات المقبلة هو شعار هذه الندوة الفكرية. ندوة تروم إبراز التحولات الهامة التي سيعرفها المشهد السياسي ببلادنا خلال الفترة المقبلة، مع التأكيد على أهمية مشاركة الشباب في الانتخابات التشريعية المقبلة. هناك الآن خارطة الطريق اللي هي الدستور الجديد اللي خصص عدة فصول للشباب، اللي يتكلم على إنشاء مجلس للشباب والعمل الجمعوي، اللي تيتكلم على ضرورة إشراك الشباب في كل المجالس الاستشارية، في كل في بلورة السياسات العمومية. الندوة هذه الفكرية اللي فيها مجموعة ديال الأساتذة منهم اللي كيوضحوا شنو هي الترسانة القانونية بالنسبة للشباب، كيفاش يمكن لهم يولجوا قانونا الانتخابات المقبلة. كاين أبواب متعددة، كاين الباب الرئيسي هو الأحزاب السياسية. وعي الشباب المغربي بالتغيرات التي تعرفها الساحة السياسية يبرز اهتمامهم بالقضايا الوطنية من خلال هذا التحالف، والذي يضم 17 جمعية وطنية. نريد من هذا التحالف المدني للشباب من أجل الإصلاح أن نوصل صوت الشاب والشابة المغربية إلى صانع القرار في المغرب من أجل إعطائهم نوع من المكانة التي يستحقونها. نحن شباب نريد مغربا جديدا، مغرب يحترم شبابه ويحترم نساءه، مغرب نريده مغربا متقدما متفتحا. هذه الندوة هي أرضية أو لا مبادرة في مبادرات أخرى سوف تأتي قادمة، من أجل أننا نوجه رسالة لجميع السياسيين، جميع الأحزاب السياسية، جميع الفرق البرلمانية، على أساس أن اليوم تكون عندنا ضمانات قانونية لمشاركة فاعلة للشباب في الانتخابات التشريعية. وبفضل الدستور الجديد تم فتح آفاق واعدة أمام الشباب للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة والانخراط في الحياة السياسية وتدبير الشأن العام والمحلي.